يا مساء الخير، واش راكم؟ إن شاء الله تكونوا كامل بخير، صحتكم تكون لاباس. لو غوتور تاع ديليس دو ميمي إن شاء الله تكون عاودة ميمونة. جبت لكم الفيديو تاع اليوم راح يكون متنوع، فيه وصفة، فيه قضيان، فيه لي كوموند اللي كانوا عندي. إن شاء الله ينال إعجابكم الفيديو تاع اليوم. يا الغاليات يا العزيزات، ما تنساوش ديروا لي هذاك الجيم هكذا باش يطلع الفيديو تاعنا، وتبارطاجيو الفيديو مع أحبابكم أكيد. الحاجة الأولى اللي حنشاركها معاكم هنايا، كنت قضيت شوية قضيان كان خصني باش ندير لا كوموند تاعي تاع المقروط. مقروط تاع الكوشة كنت شاركته معاكم في فيديو سابق. اللي حبت الوصفة ما عليها غير تدخل في هذاك الفيديو وتشوف كيفاش درتو بالتفصيل. هنايا كنت شريت سميد تاع مولة، أنا نخلط بين الخشيل والمايه باش هكذا يجيني المقروط تاعي بنين ومرمل ومعسل بيان سور حتى للقلب. زدت شريت ديول، شريت سمن، شريت العسل تانيت، شريت هادوما لي زاسيات باش ندير بهم لي صالي اللي حنشاركهم معاكم الوصفة اليوم. خلوها في عينيكم وخبوها لشهر رمضان إن شاء الله راح تحقوها في أطباقكم بإذن الله. شريت هادوك الأعواد تاع كيما نقولوا تاع لي زيسكيمو، قلت لكم شريت العسل، وشريت اللوز، الجوز. زدت شريت دوزان تاع لي صالي اللي كنت أسحقيتهم. نشوفوا اللوز والجوز كنت خيطهم أبار، شريت هاد لي سيغيز باش نشبح من الفوق في المقروط ديالي. فوالا، هنا من فوق الديكور شبحت لها، درت لها جوز ولوز وسيغيز أكيد راح نشبح به. هنا بالنسبة تاع لي صالي شريت هادوما تاع خبز تاع التورتيلا. هادو هاني بزاف هايلين، ننصحكم أنكم تستعملوهم في لي صالي تاوعكم. شريت لا كريم فريش، شريت الفرماج، شريت كامل واش خلص تاع لي صالي، دوك نشارك معاكم قلت لكم الوصفة بالتفصيل. هنايا المقروط تاعي بعد ما طاب لي في الكوشة درتوه هكدا في العسل حوالي ساعة، خليته في العسل يتشرب لي بيان، ومن بعد درته في الدونتيل ولي كيسات. وهاوليك الشكل النهائي تاعو، شوفي كيفاش جا محمر وبنين ومعسل حتى للقلب. قلت لكم بالنسبة للديكور حباتو هي هكايا، فيه جوز ولوز والسيريز من فوق. درتو كامل في لي بواط تاعو، والحمد لله قلت لكم خرج ما شاء الله. وقلت لكم ملي حبيت الوصفة ما عليها غير تولي الفيديو من قبل هذا تلقاها بالتفصيل الممل. بالنسبة لي كوموند اللي كانوا عندي حنشاركهم معكم بعض الطلبيات هكذا. كانت عندي هذه تاع لي صالي اللي فيها ميني برجر وفيها تاين البسطيلة، شوفوا كيفاش جاو ما شاء الله. ديك البسطيلة جاية بنينة وفيها الدجاج لداخل، وتاينت الميني برجر هذاك تاينت بالبولي عاشي. بالنسبة للطلبيات التانية اللي كانت دايما يكونوا فيها البسطيلة، كانوا فيها هذو مثلثات تاع تاكو اسباني، جودة من أروع ما يكون. شوفوا هذا الميلانج تاع لي صالي جا هايل. فوالا. كانت عندي طلبية مع هاد لي صالي فيها التشارك مسكر وفيها المخبز وفيها البقلاوة وميني سمسة وميني محنشة. شوفوا كيفاش جاو تايد بسم الله ما شاء الله. وكانت تايد فيها المقيرط ما هاوليكا منايا. بالنسبة هنا البقلاوة كانت جوز ولوز، وباقي الحلويات كانوا كامل باللوز. كان طلبية وحدة أخرى تانيت فيها التشارك المسكر اللي دايما حاضر في الطلبيات، كان فيها البنيون وفيها الزيرية. تشوفوا هاد التناسق تاع الألوان كيفاش خرجوا ما شاء الله. إن شاء الله في الفيديو القادم راح نشارككم وصفة تاع البنيون بالتفصيل، تجيكم بزاف بزاف بنينة، تقدروا تاني ديروها كمشروع تخدموا به. طلبي وحدة أخرى تانيت واش كان فيها، كان فيها سنيوة تاع لي فخوي، شوفوا كيفاش خرجوا بسم الله ما شاء الله، تقوليهم رايحين ينطقوا. قلت لكم كان فيها بوكس تاع لي فخوي، وبوكس تاع العرايش، وبوكس تاع الدزيريات. فوالا، شوفوا الألوان كيفاش خرجوا، يعني تناسق في الألوان ما شاء الله. العرايش كانت حبيتهم هكذا في البلون، وهادوك لافاي اللي من الفوقة ولا الوردة اللي من الفوقة جاية في الباج كلاغ، والدزيريات معروفين أكيد باللون تاعهم الدوغي. بالنسبة لهاد الجاتو ولا هاد ما عرفتش واش نسميه تاع الخطبة. فوالا. شوفوا بسم الله ما شاء الله واش كانت فيها. فيها سنيوة تاع بقلاوة، فيها بوكس تاع العرايش، فيها بوكس تاع البنيون، فيها هاد البوكس تاع
تاع الكوسميتيك. فيه تاني هاذيك الباتيسري من الصنع تاعنا حنايا. خدمنا لها كلش حنايا ولا خدمنا له كلش حنايا، راح يديها لعروسته هادية. شوفوا هذاك البوكي دو فلور كلشي يعني جاهم بالطبع والشان، يعني حتى ملي يخوي إحنا اللي سقمناهم له ودرناهم له في هذيك البوكس هذاك. وهايك الباتيسري اللي خدمناها له. نقولوا بالصحة والهنا ربي يهنيك إن شاء الله. شوفوا كيفاش جات تحفة. محشية لداخل بلي فخوي. قلت لكم يعني ما شاء الله. اللي حبت تطلب ولا دير هكذا دي بوكس ما عليها غير تواصل معايا في صفحتي على الانستغرام وراح نفهمها كلش. فوالا. بالنسبة للوصفة تاع نهار اليوم راح نشارككم هاد لي صالي ولا الميني تاكو اسباني اللي حيجي معسل حتى القلب ومشرب ويجي مقرمش من الفوقة، والبنة تاعو خيال. شوفوا هذاك اللون اللي من الفوق هذيك التحميرة الشابة. قلت لكم وصفة تقدروا تعتمدوها كمشروع ولا من في راسكم تقدروا ديريها. الوغ الوصفة تاعنا واش فيها؟ هنايا جبت المقلة تاعي واش راح ندير فيها شوية تاع زيت. هنا عندي كمية تاع حوالي تاع 50 حبة. نتوما نقصوا الكمية، ديروا حبيبة تاع البصل، زوج سنينات تاع توم، مع شوية تاع زيت. راح نقليهم فوق الفرن حتى يتبل لي مليح هذاك البصل ديالي. فوالا. هنا ضروري انكم تخلوا البصل تاعكم يتقلى لكم مليح باش نضيفوا عليه هنايا حبيبة تاع زرودية. أنا هنايا درت زوج، يعني أنا نعطيكم كمية صغيرة. في حبيبة تاع البصل رايحين نديرو حبيبة تاع زرودية، وهنايا كمية تاع الدجاج كيما حبيتو. هنايا أنا عندي كمية الله يبارك. ضفتها فوق هداك البصل والزرودية تاعي بعد ما تقلات. من بعد ضفت الدجاج تاعي قليته شوية وراح نضيف لي زيبيت، عندي ملح فلفل الكحل شوية كركم شوية زنجبيل وعندي توابل تاع الشاورما. نخلط مليح هاد المكونات مع بعضهم ورايحة نعاود نرجعهم فوق الفرن حتى هداك الدجاج تاعي يطيب لي. ومن بعدك راح نضيف عليهم حوالي كاس تاع لا كريم فريش، وعندي شوية فرماج تاع لي ساندويتش حوالي 3 حبيبات. هذا راح يعطيني واحد التعليكة في لافاغ تاعي يجيني بزاف هايل. تقدروا نتوما تضيفوا تاني شوية تاع فرماج الأبيض. وهنا حبوباتي بعد ما تخلطت لي مليح هذيك لا كريم فريش مع الفرماج والدجاج تاعي ضفت عليهم شوية تاع المعدنوس ونخلي الحشو تاعي حتى يبرد. جبت هنايا الخبز تاعي تاع التورتيه قطعت كل ورقة قطعتها على 3، يعني في الباكي فيه 10 خبزات كيما يقولوا تاع التورتيه. كي تقسميها على 3 راح تخرج لك 30 حبة تاع هاد تاع الطاكوس. درت لافاغ تاعي كيما راكم تشوفوا أكيد بعد ما خليتها بردت، وراح نغلق لي طاكوس تاوعي بهذا الشكل على شكل مثلثات. نغلق مليح الفتحة تاعي كيما راكم تشوفوا هكذا. فوالا نكملهم كامل، ومن بعد ما كملتهم كيما راكم تشوفوا شفتهم كامل في سنيوة. راح نجيب البيض تاعي ونغطس فيه هذيك الطاكوس ديالنا، ومن بعد نديرو بيان سور في لاشابلور اللي كنت درت فيها شوية تاع فلفل الكحل وأعشاب عطرية هكذا يعطيني بنة لاشابلور ديالنا. نكمل كامل الكمية اللي عندي قبل، ومن بعد تيك شوفوا ستفتها كامل هنا في سنيوة. درت الزيت تاعي يسخن كيما راكم تشوفوا هنايا، وبديت نقلي في لي طاكوس تاوعي. لازم هنايا ياخذولك هذيك التحميرة الشابة. ديروهم يقطروا ومن بعد ديروهم هكذا في لي زاسيات هادوك، وديروا لهم هادوما لي بيك تاع لي زيسكيمو. بالنسبة للاكخام اللي درتها من الفوقا واش درت؟ درت شوية تاع لاكخيم فريش، عندي فرomاج ريجيم وزوج حبات تاع فرماج نضربهم بيا حتى نتحصل على هاد القوام كيما راكم تشوفوا. نديرهم دي غوزاس من الفوقا. بالنسبة للتزيين كل واحد باش يحب يزين، انا زينتهم هنايا بوريقة تاع المعدنوس وعندي طوماط سيريز قسمتها على زوج وبديت نشبح من الفوق كيما راكم تشوفوا. تقدروا تاني تزينوا من الفوق بالزيتون الأخضر، ولا تحبوا ديروا فيها مايز من الفوق، ولا حتى بطوماط سيريس هذيك الصفرا تجيكم تاني بزاف شابة من الفوق. هاوليك شوفوا كيفاش جاو بسم الله ما شاء الله. قلت لكم تقدروا تعتمدوهم كمشروع وتبيعوهم. فوالا. ان شاء الله الوصفه تاعي تاع نهار اليوم تكون نالت اعجابكم وتجربوها وتخليوا تعليقاتكم وارائكم الشابين في الكومنتات. نتلاقى في فيديو جديد مع وصفة جديدة وروتين جديد بإذن الله.